سيدنا أبي بن كعب كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدار بينهم وبين رسول الله حوار. الحوار ده لما نسمعه هنفهم ان الصحابه كانوا بيقسموا يومهم بين حاجتين: بين غذاء جسده يعني يشتغل على معاشه، وبين غذاء روحه يقعد مع ربنا يقرا القران يصلي يدعي. فقال يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك، يعني انا كل يوم لي ساعه بقعد فيها مع ربنا. حد بيعمل كده؟ لا، بصلي واقرا القران واذكر الله وفي الاخر كده بصلي عليك. بس انا عشان بحب الصلاه عليك عايز اعرف يعني كاني بقعد ساعه اخلي الصلاه عليك منها قد ايه؟ يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من دعائي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، زي ما تعمل. فقال يا رسول الله الربع، يعني كاني بقعد ساعه اخلي معاها صلاه عليك من بالي قران وذكر الله الى اخره. فقال ما شئت لك وإن زدت فهو خير لك. الصحابة ما كانوا زيهم، كانوا أهل فصاحة، ففهم الصحابي من كلام رسول الله أنه كلما أكثر من الصلاة عليه كلما زاد خير له. الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين قال إن شئت ما شئت وإن زدت فهو خير لك. ففهم الصحابي أنه كلما أكثر من الصلاة على رسول الله كلما تنزلت عليه رحمات الله. فقال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك؟ فقال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى هم يعني الدنيا ويغفر ذنب، يعني لو عايز تعيش في الدنيا بلا هم وتريد أن تلقى الله عز وجل في الآخرة بلا ذنب فعليك بالصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك الشاعر يقول لك ايه؟ إذا ما شئت في الدارين تسعى فأكثر من الصلاة